اظن الشكل باين قدامكم وهو شارح نفسه اساسا، اللون الجولدن التحفة بالقرمشة العالية بالطعم الخطير الرهيب اللي هتجيب ريحته اخر الشارع. الجمبري طبعا احنا عارفين الجمبري ليه كذا طريقة، بس الجمبري النونو او جمبري الغلابة اللي حجمه صغنن خالص ده احنا بنحتار فيه، ما بنبقاش عارفين ايه اللي ممكن الطعم اللي يظهره ويبين طعمه اكتر واكتر. تعالوا نشوف الطريقة اللي تظهر طعمه وتخليه جمبري حلو جدا جدا، ما يفرقش حاجة عن الكبير او حجمه كبير. كوب من الدقيق، حوالي 250 جرام من الدقيق، وعندي بابريكا، ملح، فلفل اسود، كزبرة، كمون، بهارات سمك، شايفين البهار ده اللي انا بشاور لكم عليه؟ ايوه هو ده خطير. ده عبارة عن جمبري، اشلاء جمبري اتضربت واتطحنت وبقيت تحفة. نص معلقة من الثوم المفروم، واخيرا عصرة ليمونة كاملة. عايزه اقول لكم ان البهارات اللي انا عملتها كوب من الميه العاديه الفتره بتاعتنا على دقيق وبضايه وبس كده. وطبعا معلقه صغيره من النشا انا نسيت اقولها. وبقلب كل الكلام ده وبدمجه مع بعض. عايزه اقول لكم ان البهار اللي انا عملته من اشلاء الجمبري ده خطير. حطي منه بس معلقه صغننه خالص كده في اي طعم سمك هتعمليه، هتحطيه كبهار سمك، هتحطيه على بهارات السمك اللي بتعمليها، هتحطيه على الجمبري. يا نهار اسود يا جماعة، خطير خطير. ان شاء الله نعمل له فيديو مفصل ليه لوحده. بصوا بالشكل ده زودت ميه زي ما احتاج معاه لحد ما بقى قوام سايل وحلو جدا. بصوا اهو انا بوريكم حجمه، شايفين حجم الجمبري عامل ازاي؟ صغنن خالص. شايفينه في ايدي عامل ازاي يا جماعة؟ انا شايله منه الراس مش اكتر، ولو في بتاع الرمل ده تمام، مفيش، مش باين مش ظاهر، هو برضو مش مستاهل انه يطلع منه. سايبه بس القشره الاخيره والديل بتاعه لان هو اللي بيدي التيستي القرمشه التحفه. وسبتها في التلاجة لمده ساعه. وجهزت بقى الخليط الناشف اللي هو كوب من 250 جرام برضو من الدقيق، وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وثلاث معالق كبار نشا عشان تدي القرمشه الحلوه المعتادين عليها. بعد كده بجيب مصفى بالشكل ده، شايفين انا من تحت حاطه الدقيق اللي هو الخليط الناشف، وباخد منه شويه كده بالتدريج وبحطه على المصفى بالشكل ده. وبجيب الجمبري بتاعي بعد ما نقعته ساعه في التلاجة. بصوا انا باخد كده بالمصفى وبصفي كده بالشكل ده، مش للاخر بس بحاول قدر الامكان اصفي قدر الامكان. وبحطهم، باخدهم بالمصفى واحطهم كده على الدقيق، شايفين زي الغربيل كده اكني بالظبط بغربله وبحطه على المصفى اللي فيها الدقيق. بعد ما بخلص كل الكمية بتاعة الجمبري بالشكل ده باخد الجزء التاني وبحطهم كلهم الدقيق عليهم بالشكل ده. وبعدين بقعد اقلب فيهم، اقلب 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 لحد ما اطلع كل الشوايب وكل الحاجات اللي هتزيد مني تحت في القعر تحت. هتتملي الدنيا معلش شوية زي بعضه. يعني عادي كلنا بنتبهدل اثناء ما بنعمل الدقيق. باخد الكمية الحلوة بتاعتي المحترمة دي، وبعد كده بحطهم في طاسة حامية خالص بالشكل ده. واول ما الاقي ان هم اتفردوا عن بعض خالص وادانا اللون الجولدن التحفة ده، هنا انا كده جاهز معايا وخلص معايا احلى جمبري. بصوا اسمعوا قرمشته، اسمعوا معايا. بالظبط خطير خطير خطير. وعملت حبة طحينة جنبها، وهبتدي انصص كده الرغيف بتاعي زي ما بيعملوه بالظبط في المطاعم، واحط بقى اللي انا عايزاه، جرجير واحط الطحينة واحط الليمون واحط الجمبري. بصوا ساندوتش من احلى الساندوتشات. ولا يقول لكم بقى انتوا عارفين الكميه دي حوالي نص كيلو من الجمبري ده خد مني 45 جنيه. اه والله زي ما بقول لكم 45 جنيه الكميه الكبيره المهوله دي. وعملت حوالي 6 سندوتشات كبار ومليانين بالشكل الجميل ده. وقسمتهم كمان على نصين، يعني على يومين، نص عملته دلوقتي معاكم والنص في مرة تانية عملتهم. بصوا خطير خطير خطير. ممكن نحتفظ بيه في جوه التتبيلة ونشيله في الفريزر. عصرة ليمونة بقى وادوها، وش احلى كوباية شاي بعد الجمال ده كله. خطيرة خطيرة، جربوها وان شاء الله هتعملوه، مش هتكسلوا عليه، هتعملوه بأمر الله، وانا متأكدة انه هيعجبكم جدا. بحبكم قوي قوي، باي باي.